كام يوم تركيا اتقلبت على الراجل ده ستاند اب كوميديان اسمه دينيس جوكتاش. قرر يطلع على المسرح بشكل علني بدل ما يتريق على اي حاجة تانية في الحياة، قرر يتريق على الدين والقرآن. Dördüncü kitap favorim 600'lü yıllarda. Bu son kitap demek. Yazarı için de çok zor. Aklına yeni bir fikir gelse son kitap dedik ya. اتريق كمان على اردوغان وشكله وسياسته وكل حاجه فيه. المهم نزل المقطع بتاعه ده على اليوتيوب وجاب ملايين المشاهدات. ما المقطع انتشر وناس كتيره قوي شافته، وفي ناس كتيره قوي جات لها حاله غضب من اللي هي سمعته. شافوا ان ازاي واحد بيهاجم الدين بالطريقه دي يكون متساب. المهم الحكومه التركيه قررت تعتقله وتحقق معاه. في اي مشكله؟ عند بعض الاتراك كانت في مشكله كبيره. Efendim dini değerlerle alay bilmem ne falan. Sanata saygısı olmayan, şakadan, espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var kardeşim. النجوم الاتراك اللي ما بيطلع لهمش صوت في اي حاجه في الحياه غير الحاجات دي، لهم اتجمعوا طبعا على الخير، اطلقوا دعوه وهاشتاج باسم دينيس جوكتاش سيربست براكلسن، اطلقوا السراح دينيس جوكتاش. ومش عاوزه اقول لكم اغلب النجوم الاتراك شاركوا في الحمله دي، ولو حتى ما فيش حد دعم بشكل صريح هتلاقيه من جواه بيدعم. غريبه ان في ناس كتير علقت وقالت هو احنا كعرب مالنا، دي شؤون تركيا. الحقيقه ان لا، دي حاجه ما تخصش تركيا بس، دي حاجه تخص الدين عامه، كلنا لازم نكون متفاعلين معاها.